غابة شلالات. الجو جميل، اليوم الأربعاء يوم عيد المسيرة. خرجنا نتفجوا في غابة شلالات قرب مدينة المحمدية. يا له من جو جميل، الغابة وظلال أشجار. هما الأشجار. أنا لوحدي في هذه المنطقة هذه في الشلالات، فالناس كاينين في الجهة الأخرى، ولكن أنا اضطريت باش نجي لهذا المكان الهادئ. غابة شلالات الجميلة، يا ربي عما توصلهاش أيادي الهدم. بغينا هاد غابة شلالات تبقى لأنها متنفس سكان المحمدية والدار البيضاء والنواحي. جميلة هاد الغابة هادي، غابة شلالات. يا سلام، ظلال الأشجار. يعني غير جي فرش تحت شجيرة وبرك واحد العالم جميل، عالم طبيعة. نتوما كتشوفوا هنا في اتجاه المحمدية، والهاد جيه في اتجاه شلالات الدار البيضاء. منظر جميل. نتوما تشوفوا الغابة، الظلال. انا كنت جالس في هاد البلايصة هادي، في هاد البلايصة تحت هاد الشجيرة هادي. الله، ما أروع الطبيعة. الهدوء والسكون بعيدا عن صخب المدينة. حقيقة المدينة راه مبقاش ديال العيشة، الواحد يمشي للطبيعة ويسكن. نوريكم واحد الشجرة غتكون مسنة، يعني الدلات. ها هي، شوفوا كيفاش المنظر ديالها. نقرب لكم. شوفوا المنظر ديال الشجرة، هي هادي. نبعد شي شوية باش تبان لكم. هي هادي الشجرة، الدلات الأغصان ديالها. هي شجرة مسنة. مرة أخرى نرجع بكم لهذا المكان جميل. غابة شلالات قرب المحمدية، روعة. الهدوء، ما كنسمع حتى شي حاجة، فقط بعد زقزقات العصافير. هانتوما المكان كيفاش داير، الهدوء. وهذه الطريق في اتجاه الواد المالح، في اتجاه الواد المالح. وكنطلبكم كاملين باش تخرجوا للغابة وتخرجوا وليداتكم للطبيعة، لأن الطبيعة راه متنفس. وإلى اللقاء.